نصلي بقى على النبي كده الأول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. النهاردة بقى شوية مشاوي، إنما إيه بقلبك. الكفتة فظيعة 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 يا جماعة. الكفتة بقى زي ما الكتاب قال. الناس بقى اللي بتفشل معاها الكفتة واللي بيفشل معاها الكباب، مش قادرة اقول لكم. انا رحت للجزار بتاعي، مش قادرة اقول لكم، راجل فنان، راجل يعني. هو بصراحة اللي أنقذني وقال لي على طريقة الكباب ده. طبعا ده من بق الجزار، تمام. أنا ما ألفتش دي بقى. السلطات ما فيهاش أي افتكاسات يا جماعة، تمام. بس الكباب ده بقى معمول بمزاج، معمول بطريقة الجزار اللي عندي هنا في الشارع، جزارة أبو كريم يا جماعة، عندنا هنا في فيصل. مش قادرة أقول لكم، هو فعلا جزار بدرجة فنان. بصوا بقى، انا قررت ان انا اجيب عرق فليتو على بعضه. طبعا كلنا عارفين ان انعم حته لحمه في الذبيحه هي الفليتو. الفليتو ناعم جدا جدا جدا. انا مره حتى كنت بشتريه، فبقول للراجل ده هيستوي بسرعه، قال لي ده ممكن يستوي على ضوء الشمس. وهو فعلا كده. بصوا، انا ما عملتش حاجه غير اني انا تبلت هقول لكم قصه الكفته دي دلوقتي. انا ما عملتش حاجه في الفليتو غير ان انا خليت الجزار الفنان لفها لي باللي هو البلاستيك فيلم ده، تمام، عشان خاطر يتحكم في عرق الفليتو وقطعه قطع كده، تمام. والقطع دي انا يا دوبك تبلتها في ايه بقى: معلقه زبادي، زيت، ملح، فلفل اسمر، ميه بصل، بشر طماطم، ومعلقه زبادي زي ما هو قال لي. وقعدت الخلطه دي ما في، والملح طبعا قعدت، لكن لو احنا هنأجلها لتاني يوم في التتبيله ما نحطش ملح. فانا حطيت العرق الفليتو دوت في التتبيله ديت، وشويتها بقى زي ما انتوا شايفين كده. التركايه بتاعت الكفته يا جماعه ان الجزار وهو بيظبط لي العرق الفليتو، بيبقى فيه حواليه رفايع كتير دهون وبواقي لحمه كده، اللي هي بالفواصل اللي بالطول دي. فهو فرمهالي وراح حاطط لي عليها الخلطه من عنده، بس كده. ما عملتش فيها اي افتكاسات، ولا حتى رشيت عليها رشه الفلفل الاسمر اللي هو قال لي ممكن ترشيها. ما عملتش اي حاجه. فعلا 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 والله الكفته زي ما هو فرمها كده، وحط لها شويه التوابل بتاعته اللي هي بتبقى اوريدي موجوده عند اي جزار لما بيبقى عامل كفته جاهزه، تمام. بس لكن هو قال لي بقى على تركايه مهمه اللي انتوا هتشوفوها دلوقتي، ان انا بدل ما بسقسق الكباب وهو على الفحم من الخلطه، لا ده هي في 3/4 سواها اقوم مرجعاها تاني يا جماعه على الخلطه. التركايه دي مهمه جدا. اقوم مرجعاها تاني على الخلطه بتاعتها اللي انا عاملاها، تمام. وعلى فكره انا هحط بقى بعدها الكفته، تكون برضو يعني قطع الفليتو دي خدت ودت كده في التتبيله بشكل ودي. انا مش قادره اقول لكم انا مبسوطه ازاي، لان انا الكباب نجح معايا المره دي. فهحطها في التتبيله تاني زي ما انتوا شايفين كده، وهقوم حاطه ايه الكفته برضو بفضل اسقسق لها من تتبيله بصوا انا حطيت هنا الكفته اهو، وهسقسق لها من التتبيله بتاعه الكباب دي. انا عايزه اقول لكم ان انا رحت قلت للجزار بتاعي، قلت له على فكره انا فضحوني في العيله بسبب ان انا عملت قبل كده، شفت فيديو على اليوتيوب عشان انسجه اللحمه تبقى سهله في الشوي ان انا احط لها بيبسي. والله زي ما بقول لكم كده. وكانت الفضيحه بجلاجل، ما اقولكوش بقى. بس الحمد لله جزاري العزيز انقذني بهذه الطريقه الخطيره. بصوا بقى، انا زي ما قلت لكم، هو زي ما قال لي رجعت الكباب تاني في الخلطه، وزي ما انتوا شايفين بسقسق بقى ريحه الدخنه. مش قادر اقول لكم، هي عملت لنا عنينا، بس الحق يعني يقال الكباب كان تحفه. اول مره اعمل كباب حرفيا ويعجب ابني كده. طبعا انا كنت بسقسق للكفته من الخلطه بتاعه الكباب دي، وزي برضو ما الجزار قال لي هرجع الكباب تاني على الفحم. خدوا بالكم الكم صباع سجق دوت كان ابني قال لي حطيهم لي يعني يتشووا وكده، على اساس يعني ان انا هعمل ميكس جريل وكده يعني. المهم فالكفته كانت خطيره. الكفته انا اصلا مش من عشاق الكباب على فكره، بجد والله يعني انا من عشاق الفراخ جدا، ماليش قوي في الكباب. بس حرفيا الكباب ده
لا رجعني فعلا احب اللحوم تاني وكده. فمش قادره اقول لكم جمال. بصوا على فكره وفكره ان انا اجيب عرق فليتو فعلا يا جماعه والله موفره فعلا. عايزه اقول لكم ان كميه الكباب اللي انا جبتها دي انا ممكن اعمل منها 3 مرات، وكميه مشبعه جدا. يعني المره الواحده ممكن انا اشتريها من بره ب2000 جنيه. انتوا معايا؟ المهم طبعا انا بقى طبعا رجعت تاني الكباب عشان بعد ما حطيته في التتبيله رجعته تاني على الفحم. خدوا بالكوا ده بيعزز نكهه الشوي، وبيعزز التتبيله البسيطه جدا جدا جدا. يعني مش قادره اقول لكم يعني بسيطه جدا. وما تنسوش براد الشاي شويه الشاي اللي هيتعملوا على الفحم دول في حته تانية. وادي الكفته يا جماعة، وادي الكباب. شايفين الكباب بقى معمول بحرفنة مش طبيعية، وسلطاته بقى وبابا غنوجه. مش قادرة اقول لكم انا مبسوطة جدا 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 ان انا عملت الكباب ونجح معايا. انا مش هنكر ان انا قبل كده عملته وما كانش حلو، كان دون المستوى يعني مش اللي هو. لكن انا والله حرفيا ابني اللي ما بيعجبهوش العجب اول مرة يقول لي الكباب نجح بنسبة 100%. وحبسنا بقى بعدها بكوباية شاي في الجو الروقان ده وبالهنا. بصوا يا جماعة، انا بعد ما عملت مونتاج للفيديو فقلت هنزل لكم صور اللحمة وكده. ده العرق الفليتو زي ما انا ما قلت لكم جبته على بعضه. وبرده زي ما قلت لكم الجزار عمله بالبلاستيك فيلم، لان هو بتبقى حته ناعمه جدا وممكن تتفزدق كده منه وهو شغال فيها. وقطعها شرايح. وده المفروم ده اللي هي قطع اللحمه الطوليه ديت اللي حوالين الفليتو، والدهن اللي بيبقى طبعا انتوا عارفين عرق الفليتو بيبقى حواليه قطع دهن كتير. تمام.